مرحبا يا حبايبي، أنا تيتا سوسو وجيت النهاردة أحكي لكم حكاية ولد شاطر قوي. يلا نقعد سوا ونسمع الحكاية دي. كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في ولد اسمه كريم. في يوم من الأيام قرر كريم يروح يزور صاحبه آدم في بيته. أول ما دخل أوضة اللعب عند آدم اتفاجئ جداً، كانت مليانة لعب كتير قوي، عربيات وطيارات وبازل ومكعبات. كريم فتح عينه وقال بدهشة: يا آدم، أنت باباك ومامتك بيجيبولك كل اللعب دي؟ آدم ابتسم وقال بهدوء: لا يا كريم، مش كله بابا وماما اللي بيجيبوهولي. كريم اتعجب وقال: أمال بتجيبهم إزاي؟ آدم قال: أنا كل يوم بوفر جزء من مصروفي، ما بصرفوش كله، ولما بيتجمع عندي مبلغ كويس بروح أشتري اللعبة اللي بحبها. كريم فكر شوية وقال: يعني أنت مش بتشتري حلويات زيي؟ آدم قال بابتسامة: لا، الحلويات أصلاً مش أكل مفيد وبتخلص بسرعة، لكن اللعبة بتفضل معايا كتير، عشان كده بوفر فلوسي وأعمل خطة واشتري الحاجة اللي أنا فعلاً عاوزها. كريم قال وهو مبتسم: دي فكرة حلوة قوي يا آدم، أنا كمان هبدأ أوفر جزء من مصروفي وأجيب لعبة نفسي فيها. آدم قال له: برافو عليك يا كريم، التوفير والتخطيط بيخلوك تحقق اللي بتحلمه. واتعلم كريم إن اللي بيوفر ويخطط يقدر يجيب حاجات كتير ويفرح نفسه بنفسه. خلصت حكايتنا يا حبايبي، أنا تيتا سوسو وبحبكم كلكم. لو عجبتكم القصة اعملوا لايك واشتركوا في القناة، واستنوني في حكاية جديدة قريب.